السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة خلاص رمضان على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. ومعايا في الحلقة دي هتكلم عن أنواع ستار الليد اللي منتشرة حاليا والكل بيجيبها وهي شكلها جميل، بس فيها أنواع والكل بيتلخبط وأسعار متفاوتة. ففي الفيديو ده هوضح لكم إيه الفرق بين الستارة اللي هي الليد وايه انواعها والاسعار بتاعتها، علشان ممكن تسأل تقول ده هنا ارخص من هنا، لكن هي بتفرق في الشكل وفي عدد اللمض بتاعتها والليد بتاعها عموما. ففي الحلقة دي هوضح الفرق، وكملوا الحلقة معايا للآخر علشان هتعرفوا أسعارها والإمكانيات بتاعتها والحاجة بتاعتها. دي ستار ليد مكونة من النجوم والهلال، وبينهم الحاجات اللي هي اللي نازلة منها الهلال أو النجمة كلها فيها أنوار زي ما انتوا شايفين كده، وبتنور وتطفي. والحقيقة دي بالريموت، يعني انت بتتحكم بيها عن طريق الريموت. دي اللي هي أمامكم في اللي أنا بعرضها لكم دلوقتي، دي هلال ونجمة، وتلاقي كلها بتنور. تمام. وهثبت لكم دلوقتي وهوريكم ازاي تقدر تتحكم فيها بالريموت. وادي مثلا الريموت كده، انا مثلا بعمل الاشكال حسب الارقام اللي معايا، بتقعد انت بالريموت بتتحكم فيها. في الحلقة دي هبين بقى ايه الفرق والاسعار، هقولها لكم علشان انت تسأل الستارة الهلال عرضها كام 3 وهنا عرضها كام 3، ولكن كل واحد بيبيع بسعر مختلف. هنا انا كده ثبتها، والحقيقة احلى حاجة ان انت بتثبت، وطبعا هي اذواق، بتثبتها او بتثبتيها وبتدي اضاءة في المكان كله، وشكلها بيبقى جميل وتحفة. ممكن تستغني عن الاضاءة العادية بتاعة المنزل، يعني ممكن ناكل عليها نقعد على النور بتاعها، لان نورها جامد ويعني شكله جميل جدا. دي الستارة اللي امامكم 3 متر الليد نجوم، وهوريكم الكرتونه برضو بتاعتها علشان اما تيجي تشتري او كده تبقى عارف الشكل، ما تلخبطش ان هو عارضها وخلاص، لانه مفيش حد بيفرد الستاره ويوريها لك، هو بيوريها لك وهي مقفوله، بس تتاكدي ان هي مفيش حاجه فيها مكسوره، مفيش حاجه فيها مشروخه، عشان خاطر مع الضغط على الكراتين والحاجات دي بتلاقي ممكن الهلال مكسور او النجمه او اي حاجه فيها. تفحصها كويس يعني، واهم حاجه تجرب في الفيشه، وان هي تبقى كلها منوره زي اللي امامكم دي. طيب، عايزين نشوف الفرق. هنا الليدات كلها منورة في الأسلاك، يعني زي ما قلت السلك اللي نازل منه أو مدلدل منه النجمة أو الهلال كله في ليد. دي الكرتونة عبارة عن أهي ريموت وهلال ونجمة وهلال ونجمة وفيشة وليدات، يعني بص كذا حاجة في الكرتونة، وبيبقى فيها 2 فيشة، وانت بتختار بقى لو كوكتيل الوان او ابيض او اصفر حسب ما الذوق بتاع اللي انتوا عايزينه يعني. دي شكل الستارة في جنب تاني من الجنب. فهتكلم دلوقتي عن الانواع دي. احنا عرضنا اول حاجة وهي الاساسية، ده هنا السلك بليد وهنا السلك بدون ليد. شايفين الفرق؟ يعني الهلال نازل، بس السلك اللي نازل منه الهلال ما فيهوش الصورة اللي على يمنا، لكن الصورة اللي على شمالنا كلها منورة وفيها ليد. ده الفرق، ونفس العرض علشان محدش يقول عدد اللمض هنا قليل، يعني هنا هلال ونجمة هلال ونجمة، وهناك هيبقى الشكل زي ما احنا عرضناه 3 نجوم، النجوم الاول وبعد كده الهلالات. طبعا دي سعرها بيختلف عن دي، بس هما دلوقتي في ناس مبقاش عندها ضمير بتبيع كله بسعر، يعني يقولك على مثلا السعر دي مثلا لو ب 250 يقولك على دي ب 250. دي الفرق بين الانوار، يا رب تكون واضحة في الصورة. دي الستارة العادية نوع تاني، نظام هلال ونجمة وهلال ونجمة بس، ولكن مفيش ليدات في السلك اللي نازل من للهلال او النجمة والكلام ده كله، زي ما انتم شايفين كده. بص مفيش اي انوار تانية. طبعا السعر دي بيختلف، يعني مثلا من وسط البلد ممكن تجيب دي ب150 او 175 اللي هي مفيهاش ليد، والتانية في حدود 240، او يعني في ناس بتباع ب250 اللي هي بالريموت، علشان في منها نوع من غير ريموت وبرضه بيبيعوه ب250. يبقى هنا ده الفرق في الاسعار. الستارة اللي هي الاولانية اللي انا كنت عارضها دي يعني من حدود، في ناس بتبيعها برضه ب200 واستغلال، لكن انا المهم ان عندي الشكل عشان ما تفتكرش ان انت جايبها وتختلف. دي اسعار متفاوتة بين مكان ومكان، والافضل ان انت تجيبها من وسط البلد، مثلا في العتبة او الخيامية والحاجات دي كلها اللي هي فيها اسعار رمضان، وممكن تجيبها ارخص من كده. ده كانت حلقة بسيطة كده عشان اوضح لكم الفرق، يا رب نكون افدناكم، واي سؤال اكتبولي في التعليقات.